السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هتكون الحلقة اليوم بعنوان 30 من الفضة جاءت في سفر زكريا وليس في إرميا. في الحقيقة يعني الباحث عن الحق والقارئ كثيرا للكتاب المقدس وخصوصا إنجيل متى يجد الكثير من الأخطاء التي يقع فيها متى. يعني على سبيل المثال مثلا في متى 27:9 نص بيقول: حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل. يعني في نص متى بيدعي ان هو موجود في إرميا، وهذا النص هو: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل. لكن لو احنا بحثنا من أول سفر إرميا لآخر سفر إرميا مش هنجد هذا النص أبدا، ولكن هذا النص موجود في سفر آخر من أسفار الأنبياء وهو سفر زكريا. طيب، هل بعد هذا النص ممكن يأتي نصراني ويقول لي أصل الأناجيل والعهد الجديد كتب بإلهام وبوحي من الروح القدس؟ مش ممكن. هل في روح قدس بيخطئ؟ هل في روح قدس ما يعرفش الفرق ما بين سفر إرميا وسفر زكريا؟ طبعا خطأ شنيع غير مقبول. في الحقيقة والواقع ان متى لما كتب هذه النبوءة كان يعتقد ان هذه النبوءة موجودة في إرميا، ولكن الذاكرة خانته وكتب ان هذه النبوءة او هذا الكلام موجود في إرميا ولكنه موجود في زكريا. وهذا يدل على ان متى لم يكتب الا من رأسه، ولم يكتب بأي وحي من الروح القدس او باي نوع من انواع الالهام. وتتكرر مشاكل متى وتلفيقات متى الكثيرة في انجيله، وان شاء الله هنبينها ونوضحها فيما بعد ان شاء الله. نستودعكم الله ونلقاكم الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.